مختلف أشكال التواصل الثقافي خاصة بين الصحراء وسوس ارتكزت عليها مداخلات الأكاديميين والمهتمين خلال هذه الجلسة العلمية التي بسطت عديد صور ونماذج هذه الصلات والعلائق الثقافية الثابتة. تلاقح ثقافي اتخذ أبعاد مختلفة سلط عليها الحاضرون الضوء خلال محاور الندوة. الندوة كانت حول التواصل الثقافي الوجداني بين الصحراء وسوس، زاوية الشيخ ماء العينين نموذجا، وتناولت محاور شتى من بينها المحور الأدبي. وهذه الكلمة كانت حول المساجلات الشعرية في الأدب المعيني، بداية تعريف المساجلة، ثم ما هو المجال المعيني، وتعريجا على عدة نماذج تبين هذا الترابط وهذا التلاحم بين شعراء الصحراء وبين شعراء سوس وغيرها من مختلف المناطق المغربية. مداخلتي كانت حول هذا التمازج الثقافي بين الثقافة الحسانية وبين اللغة الأمازيغية، وهو لقاء كان فيه مجموعة من المتدخلين أغنوا هذا النقاش بمداخلاتهم. ندوة إذن تعد إسهاما حيا في إبراز الأسس والثوابت التي كرست الارتباط الثقافي الوجداني بين مجالي سوس والصحراء المغربية، والذي شكل موضوع زخم من الدراسات والأبحاث الأكاديمية.